من جديد لبطولة أوروبا، وينضم إلينا من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. باسل، نرحب فيك من جديد. ما أعرف إذا الصوت واضح عندك أو لا، لكن الصوت تمام الآن. تمام. أمس المباراة كانت رائعة ومثيرة، وكل الترشيحات باسل كانت منصبة لفوز المنتخب الهولندي. ما هو برأيك العامل الرئيسي الذي حسم لقاء الأمس لمصلحة الإنجليز؟ يعني موسى، عجبني تعليق اليوم بالصحافة الألمانية يعبر يعني بالفعل عن ما حصل. قالت مجلة دير شبيغل، قال أحد الزملاء، ما حصل بأنه ساوث جيت فك سلاسل القيود عن أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي وتحديدا خط الوسط، ويتحدث هنا عن ساكا على سبيل المثال كأحد أبرز اللاعبين الذين فك قيودهم المدرب الإنجليزي. لكن بكل تأكيد هناك عدة عوامل أيضا لعبت دور كبير جدا. خروج منفس ديباي أثر على خطة كومان. قال بأنه لم يتمكن من السيطرة على وسط الملعب، وتعرض المنتخب الهولندي إلى ضغط كبير جدا، لذلك فشل في العودة إلى أجواء المباراة. بالإضافة لركلة الجزاء التي يعني شهدت اليوم يعني صخب كبير في وسائل الإعلام وأولها الإنجليزية، وتحدث العديد من النجوم مثل جاري نيفل وجاري لينكر أيضا على أنه ضربة الجزاء كانت غير صحيحة. وكان هناك أيضا تسريبات تقول بأنه حكم المباراة لم يكن يريد إعطاء ضربة الجزاء، بل حكم الفيديو هو من طلب منه بأن يعود وأثر على قراره، وبالتالي حتى الحكم كان تحت ضغوطات كبيرة جدا بسبب الحادثة الشهيرة بينه وبين بيلينغهام. كل هذه العوامل أثرت بشكل كبير على سير مجريات المباراة، لكن بكل تأكيد ما اعترف به كومان بأنه فقد السيطرة على وسط الميدان، وتمكن المنتخب الإنجليزي من السيطرة على وسط الميدان، وبالتالي السيطرة على المباراة كان هو السبب الرئيسي في الفوز. ربما أتفق معك جملة وتفصيلا، وما تداولته الصحافة الألمانية بأن تغييرات ساوث جيت لعبت دورا كبيرا في مباراة الأمس. لكن جماهير الألمان ما بين يعني أعداء إنجليز كرويا، وما بين إسبانيا شريكة ألمانيا في عدد الألقاب. باسل، يعني دائما يعني أسألك أسئلة خاصة بالجماهير الألمانية بحكم قربك من هذه الجماهير الألمانية ستقف مع من في هذه المواجهة؟ والله ستقف مع إسبانيا بكل تأكيد، لأنه في عداء كبير جدا بين الإنجليز والألمان. حتى كان هناك استياء جماهيري كبير واستياء أيضا من السلطات هنا في ألمانيا من الجماهير الإنجليزية التي رددت أنشودة عن خسارة ألمانيا الحرب العالمية الثانية وتحطيم الإنجليز طائرات ألمانيا. انتقلت هذه المقاطع بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، لذلك كان هناك ردة فعل كبيرة جدا من الجماهير الألمانية. وبالأمس شاهدنا بأنها أيضا تشجع المنتخب الهولندي ضد المنتخب الإنجليزي. وتحدث مع العديد من قالوا بأنه صراحة سنقف إلى جانب منتخب إسبانيا، ليس فقط لأنه المنتخب الأمتع، لكن عدونا اللذوذ الإنجليز في هذه البطولة. وأنت تتحدث معي باسل، نعرض هذه اللقطات ما حذرنا منه أمس وقع ما بين الجماهير الهولندية والجماهير الإنجليزية. الجماهير الإنجليزية المشكلة أنها مستمرة، والمتوقع حضور جمهور إنجليزي أكثر في المباراة النهائية. يعني صحيح، صراحة هذا ما يؤرق حاليا السلطات الألمانية، لذلك بحسب ما سمعنا اليوم سيتم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات، أبرزها الاستعانة بضباط إنجليز للسيطرة على الجماهير الإنجليزية، والاستعانة أيضا بغرفة عمليات إنجليزية لضبط المباراة النهائية، بالإضافة لأنه سيتم تجميع أعداد كبيرة من الضباط الألمان طبعا الذين لديهم خبرة كبيرة جدا في المدن الأخرى في برلين في النهائي لضبط الأمور. لكن ما يشغل أيضا صراحة الشرطة الألمانية هنا بأنه في منطقة الفان زون، هذه المنطقة الحساسة التي تواجد فيها سفارات وأبرز المعالم السياحية لألمانيا، سيكون هناك أيضا مشاكل كبيرة جدا. لا يمكن ضبط على سبيل المثال 80,000 في أو 70,000 في ملعب برلين، وأيضا حوالي 100,000. هذه المنطقة التي تسع من حوالي 100,000، لا يمكن ضبط هذه الأعداد الكبيرة مهما بلغت أعداد الشرطة. لذلك صنفت من الآن المباراة النهائية، وتحديدا بعد أحداث الشغب بالأمس، على أنها مباراة عالية الخطورة ستولي السلطات الأمنية اهتمام كبير جدا لضبط الأمن فيها. ربما هذا الهاجس التنظيمي الذي تحدثت عنه باسل السيء ما زال مستمرا. لماذا يعني وصلت ألمانيا لهذا السوء من المستوى في التنظيم؟ كل التحليلات تقول بأنه الحكومة الألمانية لم تصرف الأموال الكافية لتخطيط وتنظيم هذه البطولة. يعني تم صرف على مناطق المشجعين حوالي
650 مليون يورو، لأنها كانت مجبرة على صرف هذه الأموال تحت رقابة الاتحاد الأوروبي وبناء على طلب الاتحاد الأوروبي. لكن في الملاعب وفي السكك الحديدية يوجد مشاكل كبيرة جدا، ليس من الأمس بل من سنوات طويلة، ويتم تخطيط بأنه يتم تجهيز البنية التحتية الألمانية السكك الحديدية تحديدا لهذه البطولة، لكن لم يحدث أي شيء. لذلك الجميع يقول هنا، الخبراء الاقتصاديون والرياضيون أيضا، بأن ضعف الإنفاق الألماني أدى إلى ذلك، وتحديدا أيضا في مجال توظيف العمال وتوظيف العناصر الأمنية كان هناك قلة كبيرة في هذا المجال. جميل. سؤال أخير باسل، ربما تحدثنا عن الجماهير وعن التنظيم، لكن ماذا عن الصحافة والإعلام الألماني؟ متعاطف مع من في هذه المواجهة؟ والله لاحظنا أنه هناك تعاطف كبير صراحة مع إسبانيا. يعني حتى اليوم المجلات والصحف الألمانية تتكلم وتقول الحظ لعب إلى جانب ساوث جيت، وتتحدث عن ضربة الجزاء التي بحسب بعض الخبراء غير مستحقة. تتحدث أيضا على أنه ساوث جيت في هذه المباراة كان محظوظ، وفي باقي المباريات تأهل أيضا بالحظ، لأنه كان من المتوقع أن يتم التمديد والوصول أيضا ربما إلى المباراة النهائية. المنتخب الهولندي كان قادر على الوصول إذا ما تم تمديد هذه المباراة. كل التمنيات وكل أيضا العواطف مع إسبانيا في هذه المباراة. من برلين الصحفي الرياضي باسل الحمدون، شكرا جزيلا لك. أما في الختام بعد الفاصل